في منهج الصف الثاني الاعدادي، وان شاء الله في الترم ده هنتكلم على قصه عنوانها ذا ريد هيدد ليج. ذا ريد هيدد ليج، عصبة ذوي الشعر الأحمر. عصبة ذوي الشعر الأحمر أو عصابة الشعر الأحمر. طبعا القصة دي يا جماعة خيالية، قصة خيالية. أشهر واحد فيها طبعا اللي هو شارلوك هولمز. شارلوك هولمز ده ديتكتيف يعني مخبر سري. القصة دي خيالية، وطبعا شارلوك هولمز قصة غير حقيقية انريال مان، لكن أكتر من مؤلف اتكلم عنه، وبالذات طبعا المؤلف بتاعنا آرثر كونان دويل. آرثر كونان دويل كتب قصص كتير جدا عن شارلوك هولمز. طبعا استوحاها من مين؟ من الدكتور جوزيف. دكتور جوزيف كان دكتور اللي هو كونان دويل، دكتور في الجامعة، فاداله فكرة انه يكتب عن شارلوك هولمز. كده قصص كتيرة جدا، ودي قصة من اشهر 12 قصة. طبعا القصة دي بتحكي عن عصبة ذوي الشعر الاحمر اللي هم عصابة اللي يرقصها طبعا دونكان روس، ومعاه حرامية تانية اللي هو جون كولاي وسبولدينج. النهارده هنتكلم على القصه ان شاء الله، وهنتكلم على اهم ما فيها. دلوقتي بتحكي عن مجموعه عصابه عاوزين يسرقوا بنك ويسرقوا مجوهرات، ففي واحد بيروح يشتغل عند راجل فقير. الراجل دوت صاحب محل اسمه ويلسون ده صاحب محل، فالمحل ما بيشتغلش خالص، بيكسب قليل جدا. هيضحك عليه واحد ويشتغل عنده ويقول له انا دلوقتي انت شعرك احمر ومعايا اعلان اهوت متقدم فيه ناس كتيره جدا، تعالى اوديك لحد مكان عصبة ذوي الشعر الاحمر. اتاري هو متفق مع اللي هو سبولدينج ده، اللي هو اسيستنت ويلسون، اللي شغال عند ويلسون او هيشتغل عند ويلسون، بيضحك عليه عشان يوديه عند دنكان روس اللي هو رئيس العصابه، ويخطط مع دنكان روس ان يسرقوا البنك. طبعا يعملوا تانل نفق من المحل للبنك عشان يسرقوه. فالموضوع كله ان ازاي يسرق البنك اللي هي عصبة ذوي الشعر الاحمر اللي هي ذا ريد هيدد ليج. طبعا مين المخبر السري؟ اللي هو شارلوك هولمز. طبعا في دكتور زيه اسمه دكتور واتسون، بيحل مشاكل الجرائم ويحل الحاجات دي كلها وبيحل الالغاز. فلازم نعرف الشخصيات. عرفنا الشخصيات كويس جدا، يبقى احنا عرفنا القصه. نيجي مثلا القصه آرثر كونان دويل ده مؤلف القصه، كتب قصص كتيره جدا عن الجرائم والاحياء الغنيه في انجلترا في اواخر القرن ال19. وطبعا القصص دي نتيجه الجرائم ونتيجه حل مشاكل الجرائم ديت. بعد كده استوحى كانون دويل من دكتور جوزيف. فطبعا دلوقتي بيكمل الموضوع، فلازم نعرف آرثر كونان دويل استوحى قصة شارلوك هولمز من مين؟ من دكتور جوزيف بيل. الدكتور ده هو دكتور جوزيف بيل، دكتور كونان دويل في الجامعة. فاستوحى منه قصة مين؟ الايديا بتاعت شارلوك هولمز اللي هو المخبر السري. طبعا شارلوك هولمز له دكتور صاحبه اسمه الدكتور واتسون. وبعد كده هيحل مشاكل ويحاول يحل مشكلة مين؟ مين ويلسون ده؟ صاحب المحل. يبقى الدكتور واتسون بيحل مشاكل وجرايم، وويلسون ده صاحب المحل. زعيم العصابة اسمه ايه؟ دونكان روس. he was the manager of the red headed league. هو مدير عصابة ذوي الشعر الأحمر. طيب دونكان روس من صديقه؟ طبعا جون كلاي ده حرامي كبير. طيب مين اللي هيساعد دنكان روس عشان يسرق ويلسون؟ طبعا سبولدينج هو الاسيستنت الويلسون اللي شغال عنده. فطبعا هيسرقوا البنك. مين مدير البنك؟ اللي هو ماري ويزر ذا مانجر اوف ذا بانك behind مستر ويلسون شوب. هو المدير البنك
اللي بيشتغل جنب طبعا محل اللي هو البنك ده اللي بجوار ويلسون شوب. لازم يا جماعه نعرف الشخصيات، مين شارلوك هولمز، مين دانكان روس، مين جون كلاي، مين سبولدينج، مين الدكتور ويلسون، قصدي اسف مين ويلسون، مين الدكتور واتسون، مين الدكتور الكبير اللي الموضوع كله اللي هو الدكتور جوزيف، مين اللي استوحى منه القصه اللي هو ارثر كانون دويل. وطبعا ديت اهم الحوارات واهم الاشياء. هنيجي في الفصل ده يا جماعه. طبعا ولد ارثر كونان دويل في أنقرة المملكه المتحده، وده كان عاوز طبيب، يبقى ده كان عاوز يبقى طبيب، لكن بقى اصبح طبيب وكاتب. منين؟ من الدكتور جوزيف بيل. بعد كده كتب قصص كتيره جدا وكتب حكايات كتيره جدا طبعا. واول كتاب يوناني دراسه فيه الونو الكرمزي، وكتب حوالي 60 قصه عن شارلوك هولمز المخبر السري، اللي هي القصه اللي شارلوك هولمز بيحل المشاكل والجرائم الغير حقيقيه، يعني موضوع كله حكايه. بعد كده القصه دي بقت محبوبه جدا غير حقيقيه، ودي مغامرات عن شارلوك هولمز في نهايه القرن ال19، واصبحت انجلترا دوله غنيه، والمنطقه غنيه يبقى في فقراء واغنياء فبيسرقوا بعض، بيحصل مشاكل كتيره جدا. فديت عنوان القصه، فيجب نعرف ان القصه ديت يبقى مين المؤلف؟ ارثر كونان دويل. استوحى من مين؟ دكتور جوزيف بيل. مين زعيم رئيس ديتكتيف مان؟ الرجل اللي بيحل الجرائم اللي هو شارلوك هولمز. مين صديقه بيحل زيه؟ دكتور واتسون. طب مين اللي هيظهر ليه؟ ويلسون. مين كونان دانكان روس؟ هو was a manager of the heated league. مين اللي صاحبه وحرامي زيه؟ جون كلاي اللي هو صديقه. طيب هيصاحب مين؟ سبولدينج بيشتغل فين؟ اسيستنت عند ويلسون صاحب المحل. مين هنا؟ ماري ويزر اللي هو مدير البنك. بكده يا جماعه عرفنا الشخصيات بتاعه القصه، وبكده ان شاء الله لو حفظتها كويس جدا تعرف الحوار ماشي ازاي. ولا اللقاء مع باقي القصه.